ان كل فيلم شفته في حياتك وكل مسلسل وكل اعلان حتى الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي بيتكلموا لغه واحده، لغه من غير حروف ولا كلمات، لكنها بتخليك تقع في حب شخصيه او تتعاطف معاها او حتى تكرهها من اول نظره. Dr. Mann, listen to me. This is not about my life or Cooper's life. This is about all mankind. There is a moment. السؤال هو مين اخترع اللغة دي؟ هل كان شخص واحد ولا السينما اتعلمت تتكلم كلمة ورا كلمة؟ سنة 1895 الناس واقفة في باريس مستنية تشوف اختراع جديد، وما كانوش رايحين يتفرجوا على فيلم، لأن الكلمة دي أصلاً ما كانتش موجودة بالمعنى اللي احنا عارفينه دلوقتي، اللي كان موجود وقتها جهاز بيعرض صور بتتحرك. بالنسبة لينا النهاردة ده شيء عادي، لكن بالنسبة لواحد كان عايش في القرن اللي فات ده سحر. بيقولوا ان الناس جريت من القاعه لما شافوا القطر داخل عليهم، سواء الحكايه دي كانت صح او مبالغ فيها فهي بتوصف حال الناس وقتها. لاول مره في التاريخ الصوره بقت حيه، ولكن في مشكله. بص كويس، الكاميرا واقفه مش بتتحرك، اللقطه بتبدا وبتخلص من غير ما حد يقول لك تبص فين ومن غير ما حد يسوق مشاعرك. مفيش قصه، كانت مجرد حياه. السينما وقتها كانت اختراع لكن ما كانتش فن، وهنا تبدا الحكايه الحقيقيه، لان في مكان تاني كان في راجل شغال ساحر، والراجل ده هيغير السينما للابد، وهو نفسه ما كانش يعرف ده. قبل ما يبقى جورج ميليه واحد من اهم الاسماء في تاريخ السينما، كان ساحر، مش مجازا، كان ساحر فعلا. كان بيقف كل ليله قدام الجمهور بيخلي الحاجات تختفي ويقسم الاشخاص نصين ويخدع عينهم من غير ما حد يعرف السر. ولما شاف اختراع الاخيل لاول مره اتصدم، بس هو ما شافش اللي شافه الكل. الناس شافت اختراع جديد لكن هو شاف مسرح جديد. وبعدها حصلت حاجه غريبه. اثناء التصوير الكاميرا فصلت، ولما اشتغلت تاني العربيه اللي كانت في الكادر اختفت. اغلب الناس كانوا يعتبروها خطأ، لكن ميليه شاف سحر، ومن هنا بدأ يصنع افلام مش تسجل الواقع لكن تخلق واقع جديد. فيلم رحله للقمر ممكن يبان لينا بسيط النهارده، لكن سنه 1902 الناس كانت بتشوف قمر بتحدف عليه صاروخ وكائنات فضائيه واختفاء وظهور وانفجارات قبل ما تكون الطائرات التجاريه موجوده اصلا، وقبل حتى ما حد يفكر ان الانسان ممكن يروح القمر فعلا. لاول مره السينما بطلت تسجل العالم وبدات تخلقه، لكن رغم السحر ده كله كان لسه في سؤال دايما في دماغهم كلهم: ازاي تحكي قصه؟ لان افلام ميليه وقتها كانت اقرب لعروض مسرحيه، الكاميرا ثابته والجمهور بيتفرج من بعيد، كل حاجه بتحصل قدامه. لكن لحد دلوقتي لسه ما حدش اكتشف ان الكاميرا ممكن تحكي، ولحد ما ظهر راجل غير كل ده. تخيل معايا واحد بيجري وبعدها تشوف واحد تاني مستنيه في مكان مختلف. النهارده ده شيء عادي جدا، لكن 1903 محدش كان يقدر يصدق ان هو ممكن يصور مكانين مختلفين وتخلي عقل المشاهد هو اللي يربط بينهم. وهنا ظهر بورتر. فيلمه سرقة القطار الكبرى مدته 12 دقيقة بس، ولكنه هيغير السينما للأبد. لأول مرة الفيلم مبقاش لقطة واحدة، بقى مجموعة لقطات، كل لقطة بتكمل اللي قبلها وكل قط بيقربنا من النهاية. باختصار بورتر اكتشف ان ترتيب اللقطات اهم من اللقطات نفسها، وبدون ما يقصد كان بيكتب اول جملة في تاريخ السينما العالمية. لكن اللغة دي كانت لسه ناقصة، كانت تعرف تحكي لكنها ما تقدرش تلمس مشاعرك، والراجل اللي هيعمل ده هيغير السينما للأبد. تخيل انك ماسك كاميرا وصورت واحد بيجري، هل ده يخلق قصه؟ غالبا لا. طب لو صورت لقطه لطفل بيعيط وبعدها بيت بيولع، عقلك هيربط تلقائيا ان الراجل ده بيجري عشان ينقذ الطفل، رغم ان ولا لقطه قالت الكلام ده صراحه. هنا بالظبط اتولدت لغه السينما. 1915 ظهر مخرج اسمه ديفيد وورك، في ناس بتحبه وفي ناس بتكرهه لانه قدم اكتر الافلام تاثيرا في تاريخ السينما، وفي نفس الوقت من اكثرها اثاره للجدل. لكن بعيدا عن الجدل محدش يقدر ينكر انه غير السينما للابد. قبل ديفيد الكاميرا كانت واقفه، لكن بعده الكاميرا بقت تعرف تبعد امتى وتقرب امتى، وامتى تنقل ما بين مكانين مختلفين في نفس اللحظه. لاول مره المشاهد حس ان جوه الحدث. لكن لسه في سؤال: هل الصوره اللي بتخلق المعنى ولا المعنى بيتولد بين الصورتين؟ وفي روسيا كان في مجموعه شباب هيجاوبوا على السؤال ده. بص للوش ده، هتحس انه زعلان ولا جعان ولا سعيد. الحقيقه هو مش بيقول اي حاجه. دلوقتي اغلب الناس هتقول ان الراجل جعان، دلوقتي الناس هتقول راجل حزين، ودلوقتي الناس هتقول ان هو معجب بيها. الغريب ان الوش عمره ما اتغير، لكن اللي اتغير اللي جاي بعد الوش. والتجربه دي اسمها تاثير كوليشوف. تجربه بسيطه لكنها اثبتت ان المشاعر مش جوه اللقطه، المشاعر بتتولد بين اللقطات. وبعدها جه ايزنشتاين وقال فكره كل مونتير وكل مخرج لحد النهارده بيستخدمها: لقطه زائد لقطه مش بيساوي لقطتين، بيساوي فكره جديده تماما. ومن هنا المونتاج ما بقاش مجرد قص، والمخرج ما بقاش
والمخرج ما بقاش مجرد شخص بيقول للممثل يقف فين، بقى كاتب بلغه اسمها الصوره. ومن اللحظه دي السينما بقت فن، لكن العالم كان على موعد مع اختراع هيغير كل حاجه تاني: الصوت. سنين طويله الناس كانت فاكره ان المخرج مجرد شخص بينظم الشغل، بيقول للممثل يقف هنا والكاميرا تتحرك كده وبعدين يروح البيت. لكن هل ده فعلا شغل المخرج؟ تخيل جبت 20 مخرج واديتهم نفس السيناريو ونفس الممثلين ونفس الكاميرا، هل هيطلعوا نفس الفيلم؟ مستحيل، لان المخرج مش بينفذ الفيلم، المخرج بيعيد كتابه الصوره. بعد الحرب العالميه الثانيه كان في مجموعه شباب بيكتبوا نقد للافلام، بيشوفوا كل يوم افلام وبيتخانقوا عليها، لحد ما قالوا فكره كانت مجنونه وقتها: المخرج هو مؤلف الفيلم حتى لو السيناريو كتبه شخص تاني. الفكره دي اسمها نظريه المؤلف، ومن بعدها الناس بطلت تسال الفيلم ده بطوله مين، بقت تسال اخراج مين، لان كل واحد فيهم بقى ليه لغه خاصه بيه. من غير ما تشوف اسمه تعرف ان هو الشخص ده. لو شفت الزمن بيتكسر غالبا هتقول نولان، لو شفت صمت طويل وكادرات محسوبه بدقه غالبا كوبريك. كل واحد فيهم اخترع لهجه جوه لغه السينما نفسها. لكن رغم الابداع ده كله لسه في مشكله: الافلام بقت اغلى والجمهور عايز حاجه اكبر، وهنا دخلنا عصر البلوك باستر. You should not be here. Go back. Well, this is your fault. I need your help. في بداية التسعينات العالم شاف حاجة كانت مستحيلة: ديناصورات بتمشي، مخلوقات محدش يقدر يبنيها في الواقع، وأخيرا الكمبيوتر دخل السينما. في البداية كان مجرد أداة، لكن مع الوقت بقى هو البطل الحقيقي. بعض الافلام بقت تتصور قبل ما يتبني الديكور اصلا، واحيانا قبل ما يبقى فيه ممثل. ودلوقتي بقى عندنا سؤال جديد: هل التكنولوجيا بتخدم القصه ولا القصه هي اللي بقت تخدم التكنولوجيا؟ والحقيقه مفيش اجابه واحده، لان كل جيل بيستخدم الادوات بطريقته. لكن كل ده ما كانش اكبر تغيير حصل. اكبر تغيير حصل وانت قاعد على الكنبه من غير ما تحس. زمان لو كنت عايز تشوف فيلم كان لازم تروح السينما، بعدها بقى عندك DVD، وبعدها الستريمينج، والنهارده آلاف الأفلام موجودة في موبايلك. السؤال هنا: هل ده شيء كويس ولا احنا بنكرر نفس التاريخ؟ زمان كان 5 شركات مسيطرة على السينما، النهارده يمكن المنصات هي الشركات الجديدة. لكن وسط التغيرات دي كلها في حاجة لسه ما اتغيرتش: الإنسان لسه بيحب حد يحكي له قصة. الأدوات اتغيرت، الكاميرا اتغيرت، الشاشة اتغيرت، لكن الحكاية هي لسه الحكاية. يمكن محدش اخترع لغة للسينما لوحده، يمكن كل واحد كتب كلمة، واحد اخترع الصورة، واحد حركها، وواحد قصها، وواحد خلاها تتكلم، وواحد كسر قواعدها، وواحد لسه يكتب الكلمة الجاية. ويمكن يكون انت الشخص ده. اعمل لايك واشترك في القناة وشير الفيديو.